مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء من جديد. شوط اول مثالي هجوميا للمنتخب التونسي، ولكن 100 علامه استفهام امام حارس المرمى امام الله ليش وطبعا خط الدفاع. لكن نذكركم بان منتخب السودان متاخر ب3 مقابل لا شيء امام منتخب النيجر هناك في العاصمه التوغوليه لومي. رفيق حليش، لم نتوقع هذه البدايه من السودان المتميزه في الفتره الاخيره. صحيح، النتيجه غير متوقعه تماما وغير مفهومه، يعني 3-0 نتيجه ثقيله بالنسبه للمنتخب السوداني في شوط واحد. نتكلم على 45 دقيقه. الهدف الاول جاء مباغت الدقيقه الخامسه، يمكن المنتخب الفريق ما دخلش في المباراه بشكل جيد، لكن الهدف الثاني والثالث يعني استسلام تام من لاعبين المنتخب السوداني، يعني ولا ردة فعل، خاصه بعد الهدف الاول والثاني ايضا، وبعدها تسجل عليهم ضربه جزاء في الدقائق الاخيره. تمام. الحين مأمورية صعبة جدا على المنتخب السوداني، يعني المطلوب ان يرجع على نتيجة 3-0 في شوط يعني غير مستحيلة لكن صعبة جدا. اذا نتحول الى المباراة الرئيسية مشاهدينا، ومدغشقر وتونس والاداء الهجومي المتميز كابتن سامي من المنتخب التونسي واستغلال المساحات وكل شيء رائع. ولكن اولا قبل الحديث عن اهداف واداء المنتخب التونسي الهجومي نتحدث عن علامات الاستفهام امان الله ماميش حارس المرمى والخطأ السجل المتكرر تكرر في الدوري منذ ايام، وايضا الاداء الدفاعي منظومه الدفاع المنتخب التونسي الى ماذا؟ هو للاسف معناتها الهدف الاول خطأ مباشر من الحارس. معناتها الحارس هذا اشدنا به في السابق معناتها، وكان حارس يظل حارس مميز انا بالنسبه لي، لكن مازال صغير السن. اكيد ممكن الضغط نتاع المباراه خلاه مرتبك في بعض الفترات وخصوصا على الكورنر. اكيد الحارس في الفتره الاخيره حتى في ناديه يمر معناتها بفتره نفسيه صعبه، وتكررت الاخطاء الفرديه نتاعو في العديد من المباريات، لكن هذا ما يمنعش اللي كونه حارس يمتلك امكانيات جيده. تركه على الدكه او مشاركته هذاك موضوع ثاني. تمام. لكن الاشكال الكبير واللي حسب رايي معناتها لم يقع فيه حل جذري هو الخلل على مستوى خط الدفاع، مش كان العمق نتاع الدفاع حتى على الجهه اليمنى معناتها ثم خلل كبير، ثم كره او كورتين معناتها تغطيه كانت سيئه. لكن هذه النقطه ليست يعني الخطا بالكامل من مميش، من الحارس. هذا خطا كامل من الحارس اكيد. ليس من المدافعين لكن خطا من الحارس. معناتها كره لا ضغط عليه لا لاعب لا مهاجم ولا واحد، ارتكب خطا في طيب. خطا فني بالنسبه لي. ايوه. انا لدي شقين في الحديث عن المنتخب التونسي في الشوط الاول. الشق الاول هو رغم تسجيل هدفين للمنتخب التونسي، لكن الانسجام الهجومي غير موجود بالمره في الثلث الامامي، بالمره واضح عدم وجود انسجام هجومي. الشق الاخر ماذا عن خبرات الدفاع؟ اين مرياح واين طلبي من هذه الرعونه وهذه اذا صح القول السذاجه الدفاعيه في الاداء التونسي؟ هو الشق الاول كان ثم عدم توازن على الجهتين. الجهه اليسرى معناتها كانت نشيطه وكانت فيها الحلول وكانت فيها العديد من الكرات المميزه، دخول الطيف اللي سمح لعلي العابدي معناتها من المرور على الاطراف وفضلوا له الرواق، وهذا يحسب كذلك معناتها اكيد المدرب اعطاه التوصيات على المستوى هذايا. الطيف لاعب جيد، لاعب قاعد يقدم في شوط جيد. الحاجه الثانيه هو رفيعه زاد كذلك كان موجود في الهدف الاول. في الهدف الثاني التمركز نتاعو كان جيد نظرا لكونه بالنسبه لي حقنا استغلينا الخطا اللي كان واقع فيه الخصم في الشوط الاول، هو يلعب في دفاع متقدم، يعني كل كوره في العمق وكل كوره في الظهر سهل الاختراق، سهل الاختراق بسهوله. لو ركزنا مدغشقر بيدفع دفاع مفتوح، لو ركزنا شويه معناتها على تمرير الكرات معناتها عدم الاطناب لتمرير الكرات، على خاطر كل مره احنا نلعبوا على علي العابدي والطيف يجي الحل من الجهه هذيك، والحل هو كان ينجم يكون من العمق. شفنا الكره اللي مررها رفيعه للطيف معناتها انفراد من ممكن من منطقه بعيده معناتها على المرمى، هذا خلل كبير وقع فيه الخصم. الجهه اليمنى كانت شبه معزوله، لم نلاحظ اللي كونه ثم اعتماد ممكن في كرات طويله، ما كانش ثم كرات في الارجل كوشريدا خصوصا معناتها نعرفوه ظهير هجومي. كان ميلان المنتخب التونسي على الجهه اليسرى بطريقه كبيره. في الجهه المقابله معناتها في الشق الثاني من السؤال بالنسبه لي خط الدفاع
مرياح الى اين؟ مرياح معناتها يمر فتره صعبه زاد كذلك حتى في نادي. طب لماذا لم يبدا بالمسلوسي؟ او هل من الممكن تغيير المسلوسي في بدايه الشوط ولا لا؟ هو شوف خيارات، ما يقدرش المدرب معناتها في مباراة حاسمة يجازف في كل المستويات. هجوم ترتكب خطأ ما تسجلش جول عندك إمكانية تدارك، لكن على المستوى خط الظهر ارتكاب خطأ ينجم يكون قاتل. كذلك مش كان مرياح، حتى طالبي كمان بعيد. كان لاعب ممتاز. طيب ما موجود عندك المسوسي هو علي غرام لاعب شختار تونس، لاعب بيلعب في دوري ابطال اوروبا. هو من المفروض يعني ثنائي متميز، من المفروض وقع مشاركه اشراك واحد من اللاعبين هذوما معناتها، خصوصا معناتها اعطاء الفرصه لعلي غرام معناتها في المباريات اللي سبقت، مش المباراه نتاع اليوم. صحيح. وان شاء الله المنتخب يتاهل معناتها اليوم المباراه ويفوز، وان شاء الله تلقى اعطاء الفرصه لقلبي دفاع ثانيين او قلب دفاع على الاقل باش نلقاوه معناتها لما يكون مرياح ولا طالبي ما همش فيهم ولا لا قدر الله مصابين، اكيد معناتها لازم التعويل على لاعب ولازم اعطاء ثقه للاعب اخر. طيب. لكن المنتخب التونسي لم يكن سيء، 13 دقيقه الاولى معناتها كان جيد، تمركز كذلك الرغبه كذلك الروح، الهدف اعطاء نوعا ما من الثقه، لكن للاسف جاء الهدف الثاني. الحمد لله معناتها رجعنا في النتيجه، لكن بعد نرتكب نفس الخطا، هو الرجوع الى داخل 18 متر، عدم الضغط على حامل الكرة، عدم الضغط على اللاعب اللي باش يسدد معناتها. رغم وجود طبعا ثنائي خط وسط مدافعين متميزين مثل السخيري والعيدوني، وما زالت ايضا الامور الدفاعيه او المنظومه الدفاعيه للمنتخب التونسي عليها علامات استفهام. كيف يتعامل قيس اليعقوبي مع هذه النقاط السلبيه لكي يخرج بهذه المباراة إلى بر الأمان ويحقق الفوز والتأهل اليوم؟ الصراحة الشوط اللي شفناه من المنتخب التونسي كان جيد صراحة على العموم. هجوميا استفاق، سجل هدفين، حصل فرص كثيرة على غرار أو بالمقارنة بمنتخب مدغشقر، لكن دفاعيا صحيح تلقى هدفين لكن لم يكن محظوظ صراحة. يعني لا يتحمل الدفاع مسؤولية الهدفين الاثنين. كانت فيها أخطاء أكيد، اللي منهم اللي ذكرهم الكابتن سامي، يعني الخروج على حامل الكرة، وكان لو صارت في الهدف الثاني كان يمكن يتفادوا الهدف الثاني. صحيح. الهدف الأول خطأ مباشر من الحارس، يعني ما تقدر ترجع اللوم على أي مدافع ولا الخط الدفاعي، ركنية خطأ من الحارس تسجل. الهدف الثاني أيضا يعني الكرة حتى على الحارس صعبة أن تلومه، لأن التسديدة لمست وغيرت المدافع وغيرت اتجاهها، لكن اللي ناقصهم خاصة في شق وسط الميدان الدفاعي وخط الدفاع أنهم يرفعون الخطوط الاثنين هادو، يطلعون شوية ويبتعدون على مرماهم. نشوف أن المنتخب التونسي قاعد يلعب بخط منخفض كثير. حامل الكرة دائما مرتاح من اللاعب المدغشقر، لازم يكون عليه ضغط أكثر، غلق المساحات، خاصة الجهة اليمنى اللي مش كشريدة اللي دائما متأخر في التغطية، اللي لاحظته في الشوط الأول. على غرار هذا عدم التوازن في اللعب، نشوف اللي تكلمت فيها أنه اللعب كله الجهة اليسرى والجهة اليمنى غائب تماما. هذه لازم يلقى لها حل المدرب. لابد من الحلول في كل هذه النقاط للمنتخب التونسي الذي قدم مردود هجومي طيب في الشوط الأول، ولكن مردود دفاعي وحارس مرمى عليه 100 علامة استفهام في مباراة اليوم. إذن التعادل بهدفين مقابل هدفين بين مدغشقر وتونس. إذن المنتخب التونسي بهدفان مقابل هدفان يتعادل في شوط المباراة الأول. كابتن سامي، التبديلات، هل من المنطقي أن يبدل في النواحي الدفاعية في الشق الدفاعي، قادر أن يدفع بالمسلوسي أو علي غرام مكان طلبي أو مرياح، أم الأمر صعب في مثل هذه المباريات؟ صعب بالنسبة لي، صعب. ممكن التغييرات تقع في الشق الهجومي في شق وسط الميدان، أما لكن الدفاع لا. تغيير الدفاع حسب رأيي صعب، صعب وغير محبب غير محبب. طب الشق الهجومي هل يدفع بالحنبع على المجبري بالرمضان لإعطاء أيضا، ولا الشق الهجومي مقنع بالنسبة له؟ هو ممكن الجهة اليمنى معناتها لازم وجود حل الجهة اليمنى، تنشيط الجهة اليمنى، ادخال لاعب رواقة وادخال لاعب رواق اللي يعرف يدخل للعمق، نظرا خصوصا إذا كان باش نسرحوا نسبيا كشريدة في الناحية الهجومية. نقطة على المستوى زاد التمركز مهمة جدا، هو لكونه في محور الدفاع لما يخرج مثلا كشريدة ولا العابدي
قلب الدفاع هو اللي يميل يولي كأنه ظهير، وهذا معناتها حسب رايي يخلق خلل كبير. احنا صح. نلعبوا بزوز وسط ميدان دفاعيين، من المفروض واحد من وسط الميدان كن الدفاعي مغطي يمشي للتغطيه ونحافظوا على العمق نتاع الدفاع. صح. على خاطر اخطر منطقه هي العمق نتاع وانت لديك اثنين بيلعبوا 6. احنا اللي قاعد يصير اللي كونه كل مره يطلع عليه العابدي الطالب يميل كأنه يولي ظهير ايسر، وهذا يضعف صح. العمق نتاع الدفاع ويعمل مشاكل. من الجهه الثانيه المفروض هذا دور السخيري او العيدوني. من المفروض معناتها تقع عليهم زاد تعليمات اللي كونه واحد منهم كل ما يطلع ظهير يقع التغطيه للمحافظه على عمق الدفاع، ويكون ثم وسط ميدان دفاعي امام المدافعين. تمام. اذا لقطات طبعا ولحظات قبل انطلاق هذه المباراة.